بعد ما شفنا الأحداث المريرة التي حدثت في شيبويا وسفك الدماء وإزهاق الكثير من الأرواح على يد سكونة في الموسم الثاني، تعالوا نشوفوا ايه اللي مستنينا في الموسم الثالث. بس قبل ما نبدأ اصحى وفوق للكلام وانزل حط اللايك والكومنت التمام، واستعدوا للقتال والإبداع، فهنا تبدأ أعظم الأحداث بلا انقطاع. وبيصدم الجميع من ظهور تنجن، وبنعرف ان البنت دي اسمها يوكي، وبيقول لهم ان كينجاكو اللعنة اللي ساكنة جسد جيتو هو كان في الاصل مستعمل جيجيتسو واسمه نوريتوشي كامو. وإيتادري بيقول هو ده بقى البركة بتاعنا بالجلابية البيضة والوش اللي عامل شبه المستطيل ده. فالبركة بيقول له انا خالد، ولما يبقى عندك 500 سنة زي كده هتلبس نفس الجلابية البيضة دي. بس لما فشلت في الاندماج مع وعاء البلازما قبل 12 سنة بقى عمري بيجري اسرع. فميجومي بيقول له احنا عايزين نعرف الواد كينجاكو ده عايز ايه وازاي نفتح بعض السجن. فالبركة بيقول له ماله، ولكن في شرط، 2 منكم هيقعدوا يحرسوني هنا لان كينجاكو ممكن يبلعني في اي لحظة. وبتظهر خريطة 3D لليابان بالطاقة الملعونة، وبيشرح لهم الكارثة. بيقول لهم الواد كينجاكو ده عايز يخلي كل سكان اليابان مستعملين جيجيتسو. وميجومي بيقول له ما هو لو كان عايز يعمل كده فعلا ليه ما استعملش تقنية التحول بلا مجهود بتاعت ماهيتو. فالبركة بيقول له لانه كان ناقصه طاقة ملعونة بكمية كبيرة جدا، وبعدين تحويل فرد ليس فعال تماما، عشان كده اختار انه يدمج البشر معايا. فتشوسو بيقول طب انت شخص واحد هتندمج مع كل الناس دي كلها ازاي؟ فبيقول له انا بقدر اندمج مع اي حد غير وعاء البلازما، بالاضافة اللي واقف قدامكوا ده مش حقيقتي، انا اتطورت وبقيت روحي في كل مكان، ولو خرج فرد واحد عن السيطرة هينتهي العالم، واللي حصل في شيبويا هيتعاد بس على نطاق عالمي. وماكي بتقوله يعني كل القوة اللي عندك دي ومش هتقدر على كينجاكو وترفض الاندماج وخلاص؟ فالبركة بيقولها بعد ما اتطورت بقيت أشبه باللعنة أكتر من إنسان، لذلك سهل جدا استهدافي بالأرواح الملعونة. بيتصدم الجميع من اللي قال، ويوتا بيقوله عشان كده عايزنا نحرسك. فبيقوله كينجاكو في المرتبة التانية من بعدي في تقنية الحواجز، وما عنديش فكرة الواد ده هيكسر ختم مقابر النجوم امتى ولا ايه مشرف هنا. فيوكو بتقوله اشمعنى كل العك ده بيحصل دلوقتي؟ فبيقولها لان انا ووعاء البلازما والعيون الستة مرتبطين ببعض، وزمان كان في مستعمل جيجيتسو عنده العيون الستة ووقف كينجاكو عند حد، وفي المرة التانية الجاحد قتل وعاء البلازما وحمل العيون الستة أول ما اتولد. وبعد كده ظهر شخص آخر يحمل العيون الستة، ولكن كينجاكو غير استراتيجيته وركز على الختم ودور على بعد السجن بدل ما يقتله. ولكن قبل 12 سنة حصل شيء غير متوقع، ظهر توجي ودمر خطة تنجن في الاندماج مع وعاء البلازما، وظهر جيتو والمعلم ده كان قادر على التلاعب بالأرواح الملعونة، وكينجاكو حصل على بعد السجن وكل حاجة كانت جاهزة بالنسبة له. وتشوسو ويوكي بيقرروا انهم هيحرسوا تنجن، وبعد كده تنجن بيطلع لهم بوابة عالم السجن الخلفية، ودي بوابة تانية لنفس الختم اللي جواها جوجو، ولكن ملهاش لازمة لأن من يمتلك البوابة الأمامية وهو كينجاكو فهو المتحكم، وعشان يفتحوا البوابة دي محتاجين أدوات ملعونة، ولكن جوجو دمرها كلها. ولكن في بنت في لعبة الإعدام اسمها هانا كروسو وتلقب بالملاك، ودي تقنيتها الملعونة قادرة على إطفاء أي تقنية ملعونة. هي موجودة في مستعمرة شرق طوكيو. وتنجن بيقول لهم في 10 مستعمرات في اليابان ومرتبطين ببعض بحواجز مصممة لنقل شعب اليابان إلى الجانب الآخر. والغريب إن منطقة هوكايدو مستبعدة لأنها أرض مقدسة. ممكن تكون فكرة نقل البشر للجانب الآخر أو تطورهم فكرة مبالغ فيها، لكن جميع من في اليابان لعن كتجهيز للاندماج، والطقس هياخد حوالي 2 شهر عشان يكتمل. وبدأوا يراجعوا قواعد اللعبة. القاعدة الأولى دخول المصيدة، أي لاعب لازم يعلن عن مشاركته في اللعبة خلال 19 يوم، وبما إن إحنا في اليوم التاسع الساعة 9 واللاعبين صحي يوم 31 يبقى عدى 10 أيام، وبكده توسوميكي أخت ميجومي قدامها 10 أيام قبل ما يتم إعدامها. القاعدة التانية، أي لاعب هيخالف القاعدة الأولى تقنيته هتتحذف، ولكن ماكي بتقول إن دكتور شوكو كان عندها نظرية لأنها حاسة إنها مش مجرد حذف تقنية بس، ده هيعمل حاجة للدماغ جبرا وهيؤدي للموت. ولكن تنجن بيطمنهم وبيقول لهم محدش فيكم عنده تقنية أصلا. القاعدة التالتة، أي حد هيدخل أي مستعمرة هيعتبر مشارك رسمي، والمدنيين اللي جواها من الأول ليهم فرصة يخرجوا. القاعدة الرابعة والخامسة بعنوان تعالى خلص عليك عشان اخد النقط بتاعتك، وقيمة كل لاعب بيحددها سيد اللعبة. لو قتلت لاعب هتحصل على 5 نقاط، ولو قتلت شخص عادي هيساوي نقطة واحدة فقط. وميجومي بيسأل عن سيد اللعبة ده مين، فتنجن بيقوله إن كل لاعب بياخد شيجيجامي يسمى كوجاني، وده بيعتبر واجهة اللعبة، ولكن سيد اللعبة اللي بيدور الليلة دي كلها ورا الكواليس هو سيد اللعبة. القاعدة الستة والسابعة هي إن كل لاعب يقدر يصرف 100 نقطة عشان يضيف قاعدة جديدة، وسيد اللعبة هيقبلها بكل صدر رحب طالما مش هتوقف اللعب. والعيال فكروا إن هي دي الطريقة الوحيدة عشان يقدروا ينقذوا بيها توسوميكي والناس الأبرياء. القاعدة الثامنة، لو نقاطك متغيرتش باستمرار لمدة 19 يوم تقنيتك هتتحذف وبالتالي هتموت. بعد ما تنجن عطاهم الزتونة، ماكي بدأت توزع الأدوار. أولا
تشوسو ويوكي هيفضلوا مع تنجن لحراسته من كينجاكو، وماكي هترجع لعشيرة زينين عشان تلم كل الأدوات الملعونة بما إن ميجومي بقى رئيس العشيرة، فالموضوع هيبقى أسهل بكتير. وإيتادري ما كانش مصدق إن ميجومي بقى رئيس للعشيرة، ولكن ميجومي قال له هشرح لك بعدين. ويوتا قال إنه هيشارك في لعبة الإعدام على طول. أما إيتادري وميجومي لازم يدوروا على شخص اسمه كينجي، ده طالب في تالتة ولازم يقنعوه ينضم ليهم. ويوتا بيقول لهم إن الواد ده بمزاج، ولكن لما بيتحمس بيبقى أقوى مني بكتير. وجت لحظة الوداع وإيتادري شكر أخوه، وتشوسو كان بيحاول يداري دموعه. بعد كده بنروح للاعب جديد سوهونا، ويكون في نادي كوميدي اسمه تاكابا، ولكن كوميديان فاشل والناس مستثقلة دمه. وفي لحظة حس إنه في المكان الغلط، وكلام صاحبه أكد له إنه لازم يشوف شغلانة تانية. وإلى هنا ينتهي ملخصنا لهذا اليوم. استنى الحلقات اللي جاية علشان اللي جاي أخطر بكتير. ولكن هناك أسئلة لم يتم الإجابة عليها. هو مين تنجن ده؟ ونوريتوشي كامو بيخطط لإيه؟ وإمتى هيتحرر جوجو ساتورو من سجنه؟ ويا ترى سكون عايز إيه من ميجومي؟ انتظروا باقي حلقات جوجيتسو كايسان قريبا. والآن يا صديقي إلى اللقاء حاليا.